سنة ربنا حطها في الدنيا ان الحاجة اللي انت نفسك فيها لازم تعدي قدامك عن طريق الحرام قدام عينيك كده، وتلعب لك ديلها وتغرك انك تستجمع قدراتك وامكانياتك علشان تاخدها. ولما بتوصل بتشوف في نفسك ان انت البرنس اللي جبت الدين من ديله، مع انك اهبل اساسا علشان ده رزقك. والله رزقك بس انت اخدته بالحرام. بص كده لما ربنا بيقول عن اصحاب السبت: اذ تأتيهم حيتانهم شرعا. الناس دي راحت لسيدنا موسى وقالوا له خلينا يوم السبت ده عبادة ومفيش اي شغل فيه، فربنا اقر ليهم الامر اللي هم طلبوه وحرم عليهم الصيد يوم السبت، لكن ابتلاهم بان لما يجوا يصطادوا في ايام الاسبوع ما يكونش فيه سمك كتير، ولما يجوا يوم السبت الحيتان كانت بتكون على مسافات قريبة جدا لدرجة انها كانت بتغريهم ان ينزلوا البحر حتى من غير شبك. اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. واخد بالك من كلمة حيتانهم؟ ربنا ما قالش تأتيك الحيتان، قال حيتانهم لان ده رزقهم اصلا لو صبروا عليه. واخدت بالك من كلمة شرعا دي؟ يعني السمك طلع قدامهم كده جاي لحد عندهم، يعني بتغريهم. ده ملخص الحاجات اللي بنتمناها. لازم تجيلك وتغرك بالحرام الاول، اخدتها بالحرام يبقى انت خلاص اخدت رزقك اصلا. رزق منزوع البركة بيعطشك لحرام احلى واكبر منه. صبرت يبقى اتبعت لك بالحلال، بس الفرق في ايه؟ الفرق في انك هتشبع بالبركة بتاع الحاجة دي وهتلاقي نفسك ما بتتنزعش للحرام ومكتفي. تاني حاجة الفرق في انك مش هتخسر ربنا لما تكون محتاج له في مواقف انت حابب انك تنتصر فيها، لان في قاعدة بتقول ما عند الله لا يؤخذ الا بطاعته. تالت حاجة الفرق في ان ربنا هيحفظ لك اهلك ومش هيدخلهم لك في دوائر رد الديون. رابع حاجة الفرق في انها تكون خالصة ليك وملهاش عواقب حساب في الدنيا، ومش هتتسأل عنها يوم القيامة انها من الحرام.